الصراحة أنا عمري ما أكلته برّه وما أعرفش برّه بيبقى طعمه إيه، بس أنا باحب أعمله في البيت. في الوصفة دي استخدمت 3 بصلات كبار، واستخدمت كمان البصل الأبيض علشان لمّا آجي أحمّره يبقى لونه دهبي وفاتح. في تقطيعة معيّنة هنا للبصل لازم ناخد بالنا منها، إن إحنا هنقطّع البصلة جوانح، زي ما أنتم شايفين كده، ما ينفعش نقطّعه حلقات، هنقطّعها جوانح، وبعد ما نقطّعها هنفرفتها كده من بعض علشان هنبتدي نرشها بالدقيق دلوقتي. والخطوة دي مهمة جدًا، إن إحنا نقطّع البصل جوانح ونرشه بالدقيق، ولازم البصل يكون أبيض، ما يكونش بصل أحمر. أنا استخدمت هنا معلقة كبيرة من الدقيق على ال3 بصلات الكبار دُولة متقطعين، وبعد كده هابتدي بقى آآ أعمل الحركة دي، اللي هو أنا بادخّل الدقيق جوّه القطع بتاعة البصل. بعد كده في الحلة الكبيرة بتاعتي ضِفت كده تقريبًا يعني كوباية زيت، وابتدي هانزل بالبصل بتاعي، كمية البصل الكتيرة دي هتهبط معايا، هابتدي أقلِّب لغاية ما أحس إن البصلة أخدت اللون الدهبي المتحمّص ده، مش محروقة ولا غامقة، ما نغمّقهاش علشان ما تبقاش معانا ممرّرة، هو اللون ده. البصل لمّا نضيف له الدقيق بيبقى مقرمش، وكمان بيبقى ماسك نَفْسه كده. هنا أنا أخدت الزيت وصفّيته علشان هارجّعه تاني للحلة، وهابتدي أحُط فيه ال الشعرية. الشعرية كمان أنا عايزة لونها يبقى دهبي غامق سِنّة. وبعد كده هانزل بالرز والعدس. أنا هنا كنت ناقعة العدس طبعًا من ساعة كده، والرز مغسول ومُصفّى تمامًا يعني. هابتدي أقلّبهم واشوّحهم شوية كده، وبعد كده هانزل بالبهار بتاع الكشري اللي هو ملح وكمون وكزبرة وشطة، ما فيهوش فلفل أسود، هُم دول بس. هاشوّحهم كويس أوي كده لمدة دقيقتين، وبعد كده هانزل بمَيّة. المَيّة اللي أنا استخدمتها مَيّة من الحنفية على طول يعني. طالما شوّحناه كويس لمدة دقيقتين يبقى ننزل بمَيّة باردة عادي. هاقلّبه كويس، وبعد كده هاسيبه على نار متوسطة، وبعد كده أول ما يتشرّب هاهدّي النار. أنا هنا كنت باسلُق حُمُّص الشام، سلقته في مَيّة وضِفت له معلقة ملح وسِبته. هنا علشان أحضّر الصلصة بتاعة الكشري أنا كنت حاطة كنت مقطّعة طماطم فريش وكمان عليها معلقة صلصة، وهنا شطة وكمون وكزبرة وملح، هاخلطهم كويس. وباضيف أنا هنا للطماطم بتاعتي باضيف لها قرن فلفل حراق يعني حسب الرغبة. ضِفت هنا معلقة سُكّر للصلصة، وكمان ضِفت معلقة كبيرة من البهارات بتاعة الكشري، هاحطهم في حلة واسيبهم يتسبّكوا. هاقلّبهم وبعد كده أغطّيهم على نار متوسطة، وده شكلها بعد ما اتسبّكت. ضِفت لها طبعًا معلقة زيت يعني، هاسيبها على جنب. بعد كده هابتدي أعمل الدقة، عبارة عن معلقة كبيرة من الزيت وكام فص ثوم كده حلوين، هاشوّحهم، وبعد كده لمّا يبقى لونهم دهبي هانزل بفنجان من الخل، وهاغطّي القلاية بتاعتي علشان الطرطشة بتاعة الزيت. بعد كده ضِفت كمان معلقة من البهارات بتاعتي اللي هي الشطة والكمون والكزبرة والملح. وهنا هاعمل بقى اللي هي الدقة بتاعة الشطة، اللي هو عبارة عن معلقة زيت وعليها معلقة من الشطة. أنا عملت كمية صغيرة لإن في البيت عندي مش بيحبوها أوي يعني. وبعدين كمان ضِفت لها معلقة كبيرة من الخل، وده شكلها. اديت لها كده دقيقة على النار لغاية ما اتسبكت، وده كان شكلها. هنا الكشري بتاعي استوى، اتشرب وهديت النار عليه، وده كده شكله بعد ما استوى. كده كل حاجة عندي جاهزة، والمكرونة طبعًا مسلوقة. ده شكل البصل بتاعي، ودي الشطة، ودي الدقة، وده حمص الشام، وكمان جنبه الصلصة. وهابتدي بقى دلوقتي أعمل الطبق بتاعي. أنا أول حاجة باحطها المكرونة، وبعد كده باضيف عليها الكشري، وبعد كده حمص الشام، وبعد كده بابتدي أضيف الصلصة بتاعتي. أنا هنا ضِفت الصلصة
صلصة الطماطم، وبعد كده هضيف معلقة من الشطة، معلقة من الشطة، وبعد كده هضيف الدقة، وبعد كده هضيف البصل. البصل بعد ما اتحمر انا ضفته على طول في مصفى، يعني ما ينفعش ان احنا نحطه على مناشف ورقية علشان هيبتدي يدبل معانا ويبقى طري. لما نحطه في مصفى هيفضل كده ناشف ومحمص كده ومقرمش، فاوعوا تقلوه وبعد كده تروحوا حاطينه على مناشف ورقية. حطوه في مصفى، بلاش المناشف عشان هتطريه. وده شكل الطبق في النهاية. كان طبعا يعني الريحة في البيت النهاردة كانت عندي كلها كشري يعني. طبعا لذيذ جدا، و يعني نضيف، انضف بكتير من بره، وطعمه حلو قوي وريحته كمان. وبس كده.